دانا، أهلا وسهلا فيكي لتاني مرة على هيدا المسرح. بس هالمرة حبينا نتعرف عليكي شوي أكتر. أول شي بدي لك الحمد لله على السلامة، سخنتي بعد الحلقة. ميرسي، الله يسلمك. بركي بركي صابوكي بالعين. معك. بس بدي أرجع أقول لك مبروك ميرسي. كمان مرة تانية. بعرف قديش كنتي حقيقية بالحلقة، وأنا من الأشخاص اللي عن جد أعجبت بكيف عم تجاوبي على الأسئلة وهيك ثقتك بحالك. خلينا نعرف شوي ناس أكتر، من وين جاية دانا، عن بيئة دانا، عائلة دانا، التشايلد هود، طفولة دانا شوي. اوكي، سو بيزيكلي انا من عكار، من اكروم تحديدا. هي منطقة صوب الحدود كبيرة، هو جبل من 7 ضياع. آه، جاية من بيئة متحفظة، بس مش هيدا التحفظ المتشدد، من بيئة بتعطيني حريتي لكل شيء، أكيد ضمن الحدود. دعمتني كتير بيئتي، يعني أنا صراحة لو ما بيئتي يمكن ما بطلع بهالثقة، ما بطلع بهالحرية اللي بحكي فيها. آه، كتير فخورة فيهم صراحة، دعموني كتير خصوصي بالشو هيدا. يعني ما توقعت يكون عندي، ما كلنا بنعرف بعضنا طبعا، ما توقعت انه في هالقد ناس عن جد بتدعم هيك شيء. وايه عكار من أكتر المناطق المحرومة بلبنان، اكزاكتلي. وجربنا كتير بالإعلام، وكلنا جربنا نرفع الصوت كرمال عكار، إن كان لشباب عكار يلي هن جزء كبير من الجيش اللبناني، ولا لأهالي عكار. اليوم باسم عكار والمحرومين بعكار، شو بتحبي توصلي رسالة اللي هن أهلك؟ اكزاكتلي، اول شيء عكار مش حدا مثل، يعني مش حدا انسان فيه يشل اعتباره، حينرد اعتبار عكار. لانه مع الاسف الستيريوتايبينج اللي عنا بلبنان كتير هيك طغى على انه عكار صورة انسان، خلينا نقول بس يعني خصهم بانه زراعه والى اخره، مع انه لا، نحن عندنا خبرات كتير حلوه. نعم. وفعلا اكثريه شبابنا بالجيش اللبناني ضباط، عساكر، جنود، يلي هو كتير عنا اطباء مهندسين. يعني حدا مثل مدام ماشي ضياء قالت انه نحن بنجيب 7 8 اولاد وسافا، هي شو جايه، نحن بنجيب قد ما بدنا، كلنا اولاد الوطن. وكل هدول ال7 8 اولاد يلي حضرتها تفضلت، هو اكيد لا مش كل بيت هيك. كلهم ناس إلهم إيد بالوطن، سواء تعتقدي بالجيش. الأسلوب يلي دكتور ماشي ضياء قالته زعجك؟ لو قالتها بطريقة يمكن من زاوية إنه بدنا نعالج يمكن موضوع الفقر، الدولة لازم تطلع بالناس، يمكن تحط بطريقة قيود على الإنجاب، بس ما تكون طائفية ولا مناطقية، كان يمكن تقبلتي هلا الموضوع؟ حدا مثل مدام مايش ضياء، سوري دوموزيل مايش ضياء، كان لازم يكون أوعى قبل ما يقول هيك شيء، خصوصي نحن داعمين لها يعني. فلما قالت هيدا الشيء نحن تقريبا خلينا نقول اعتبرناها إهانة، لأنه برجع بقول حدا مثل دوموزيل مايش ضياء بفكر المفروض كتير قبل ما يقولها. شو بتحبي تقولي لها اليوم بقول إنه بالمباشر هيك؟ شو بتحبي توجهي لها؟ كلنا بنغلط، صورتك ما بتتشوه عنا بسبب كلمة، بنضلنا بنعرفك حضرتك مين. ومع الأيام رجع تثبتي لنا أنه أنت يمكن عن جد ما كان قصدك هيك. أه وين بتشوفي حالك بعد 5 سنين؟ حس حالي بانترفيو شغل. بعد 5 سنين إن شاء الله بشوف حالي متخرجة من الجامعة، من الماسترز. خلينا نذكر شو عم ندرس. accounting and auditing بالبلمند. بتشوفي حالك بتشتغلي بالاكاونتينج بالاوديت؟ تعبت فيها فأكيد حأعطيها جزء مني، بس بشوف حالي كمان بروح على الميديا. يعني ممكن أعمل دبل ميجر، ممكن اختصاصي الماستر يكون أكيد بالبزنس، بس إنه شيء هيك يعني يربط. كمان بشوف حالي مع يمكن بارتنر، وأكيد إن شاء الله في هدف قدامي البي اتش دي. قلتي لي بتحبي الاعلام، بتحبي الميديا. اليوم اذا لو فرضنا عندك برنامج او منصه وعم تحضري لاول حلقه، شو اول موضوع، شو اولويه يكون عندك اول موضوع تطلعي تطرحي ببرنامجك لإلي؟ هلا it depends على توبيك البرنامج أنا لشو عملتها، بس basically كتير بحب إنه يكون كمان للشباب، لسلط الضوء على الحرف بلبنان. لأنه مع الأسف كتير عم نشوف هلأ إنه كتير الشباب عم تروح إنه مهندس، حكيم. صار في كتير. كتير فعلا كتير، يعني أنا مع مش ضد أكيد، بس كمان البلد بحاجة لحداد، بحاجة
السنجري، بحاجة لكتير قصص حرفية ولا ال AI في يحط محلها يعني. طبيعي. فكتير بحب إنه ليش ما بنضوي على هالقصص؟ ليش مش عاملين اعتبار يلي بيعمل ميكانيك سيارات مع إنه هو بيكون دارسها بالجامعة؟ او للنجار او Exact. للحداد او كلهم للسنجري اللي ما فينا نعيش بلاهم. كله صار بده يصير بايلوت، دكتور، مهندس، وأنا أكيد مع، وبالعكس كتير فخورين إذا شباب لبنان بيعملوا هيك، بس at the same time ما فينا نلغي. كيف كان رأيك بتاني حلقة؟ لأنه صار في فرق كبير بين أول حلقة Exact. وتاني حلقة. حسيتوا حالكم انظلمتوا أنتوا جماعة أول حلقة ولا لا؟ لأنه بتعرفي أول حلقة بنكون نحن بعد مش معودين، والمشتركين يلي نتنقوا بأول حلقة كمان منهم معودين، وتغير كتير. كنت بتفضلي تكوني بتاني حلقة ويصير نقاش أنت واللي عم يختلفوا معك وجهات النظر؟ كأول ظهور لإلي لا، حبيت الحلقة اللي أنا كنت فيها، كانت سموث رايقة. وضحنا نحن شو، بس لا أقول إنه ما بحب الديبيتس بهيك مواضيع، لا بحب. كانت حلقة حلوة كتير. يعني أنا بكرة كنت مرت لايف. الجاي بعد فترة إذا رجعنا قلنا لك تكوني بحلقة فيها ديبيت، ممكن تستمتعي إذا I don't mind. بتحبي تتناقشي مع اللي مختلف معك أكيد. بالرأي، مع اللي ما بيشبهك، مع ما كلنا اللي بنشبه بتجمعك بعض. فيه أكيد. نفس المبادئ والقيم. Exact. أكيد ما عندي أي مشكلة، بالعكس. يمكن يقنعني يمكن أقنعه، بالنهاية ما كلنا نفس التفكير، كل واحد عنده his own perception يعني. فإيه ما عندي أبداً مشكلة، بحب. قد ايه بتعتقدي اليوم السياسيين الموجودين حاليا، الطقم الحالي الموجود، ولنقول سياسيين الشمال كلها سوا على صعيد كان طرابلس ولا عكار، قادرين فعلا ينقذوا مناطقهم، ولا بدنا طقم جديد لازم كلهم يتغيروا؟ بكل صراحة. آه في كورس بالجامعة علمني كلمة اسمها تابولا رازا، قشوا نقش لفة ونشيلهم. يعني بتعتقدي بنقدر نشيلهم؟ بدنا نوعي الشعب. يعني إذا بنبلش بنقدر، بس قد ايه بدها وقت. عمرنا يعني عم يقطع مع هيدا اللي عم نشيله، فبدهم كلهم شيل صراحة. أنا بنظري أنا ما في منهم حدا بيعنينا. طب قد ايه عندك إيمان إنه الشباب اللبناني هو الوحيد اللي قادر عن جد يمشي بهذا المشروع اللي هلا طرحتيه، اللي هو تغيير النفس السياسي والطبقة السياسية كلها سوا، ولو بدها تاخد وقت؟ كشباب بالعشرينات، من أول ما بلشنا نفهم الدنيا شو يعني، اللي اجت ثورة 17 تشرين 2019 وعينا نتفة، رجع بعدها. بس كسرتكم. ما كسرتنا، وعتنا، ضوتلنا على عن كانت جد. صعبة، ما راح من عمركم أكيد راح من علمنا، من تعليمنا، طموح، exact. يعني صراحة ما في قاعدة بقعدها مع رفقة إلا ما في حدا يأسان، ما في أمل، ما في أبدا نظرة لقدام إيجابية. كسرتنا أكيد على الصعيد الأكاديمي، الطموح يعني، بس at the same time فهمنا عن جد إنه في مثل ما عبالي أقول التعبير، بس ألعاب وسخة بتصير سياسية، يلي هو شد العصب الطائفي المذهبي الحزبي، حرفياً وهيك فرقوا وكسروا الثورة 100%. ونحن فعلاً لو ما في أحزاب، طيارات، كتائب، كل هيدول يعني المسميات، هن بسببهم انخلق شيء اسمه طائفية. بيطلع واحد على التي في بيقول إنه أنا بدي أعملكم وبيصيروا يطبلوا له، وهن بيعتبروا حالهم الأقوى، لا نحن الأقوى. هون انخلقت مشكلة الطائفية، والعالم فتت ببعضها. نحن لو ما هيك نحن صفا الحياة. هلأ أنا بدي أتحدى أنه حيالله حدا يجي لعنا من غير طائفة. مع الأسف أنا ما بحب سمي طوائف صراحة، ما بحب أقول شيعي سني 100%. يجي لعنا ما يكون عنده أي باك جراوند يعني سياسي، يكون إنسان عادي، نحن حنهينه أو شيء ببصم أنا بالعشرة. لا، لأنه ليه ما أذاني ولا أذيته، بس هن النفوس الكبيرة والرؤوس الكبيرة هن اللي شكلوا هيدا الغضب. طيب شو المطلوب حتى هيدا الخطاب تحديداً يبطل بياع، يبطل هو الخطاب اللي بيجيب أصوات بالانتخابات؟ مطلوب شباب تنتخب، توعى على حالها وتنتخب. ليه برأيك ما بينتخبوا؟ ليه نهار الانتخابات بيقولوا أنا صوتي ما رح يقدم ويأخر؟ هيدي قلة ثقة بالنفس. صوتي بيعمل فرق كتير كبير، ولو كنت لحالي صوتي لا بينشرى ولا بينباع أبداً. مع الأسف كتير من الأشخاص كمان أنا بعرفهم ما بتنتخب، بتقول إنه شو حأثر. لا، بتأثر، بتعمل فرق. كيف شو حتأثر؟ ما أنت ابن لهيدا المنطقة، ابن طبعاً. هيدا البلد طبعاً. أنت الأساس بالتغيير. إذا بدنا نترك القدماء خلص يعني هنرجع لورا. exactly. معلقين على أفكارهم،
ما بدنا نحن نكون مثلهم. اذا اهلك بينتخبوا هيدا الانسان ما ضروري انت تنتخبه. فانا كتير ضد فكره انه شباب ما ينتخبوا، وكتير مع انه ينزلوا سن الانتخاب لل 18. هيدي بدنا نعمل عليها فايت يعني. سألت أنا بواحدة صح، من قلت لك انا الأسئلة. مع، صح، وصريتي أنت كنت مع. وبعدني مصره هيدي ضروري نشدد عليها 100%. مش مسرحية. بدي منك توجهي رسالة للشباب والصبايا يلي من عمرك، يمكن أصغر شوي يمكن أكبر شوي، تدعيهم على طريقتك يكونوا جزء من مش مسرحية. اكيد بدعيهم دايما، وعندي كتير رفقه انا خبرتهم على الاكسبيرينس تبعي وانبسطوا فيني كتير ويا ريت هن عن جد كمان يجوا يقربوا يعني يجربوا يعملوها. حكون انا سوبر فخوره، يعني حكون فخوره فيهم اكثر من حالي، لانه خليني اقول انه انا اغلب اللي بعرفهم ما كتير عندهم حب لهي القصص. فالهدف انه يجوا لهون يصارعوا هن انه ما بيحبوا يبينوا على الكاميرا، لنقول يكسروا هيدا الشيء ويطلعوا ليبينوا هن مين، أو يحضروا ويدعموا يلي يحضروا مثلهم عم يدعموا يطلع على الكاميرا. يصوتوا، وكمان هن صوتهم بيعمل فرق. طبعا. تعليمنا أهم شيء، ما حدا يترك الجامعة بليز عن جد، بس لاسمع حدا ما بقى بده يكفي جامعة، أهله ما قادرين يعملوا له القسط. اللبنانية كلنا بنعرف وضعها عن جد شيء كتير مؤسف ومؤلم على شباب مثل لبنان، ونحن نعتبر من أذكى شعوب العالم يعني. وبتشرف الجامعة اللبنانية كجامعة أكيد، بس واللي عم تخرجهم عن جد أكيد مبدعين أكيد بكل مجالات. 100% أشخاص عن جد قوية، بس شوي كمان الطائفية فاتت فيه بعرف. مع الأسف. بدنا كمان نجرب نقتل الطائفية، نشيل هذا المترس اللي موجود خاصة لازم. بالجامعات والمدارس يعني، صح، اللي هو المكان للتعلم والتطور 100%. وتأسيس الأجيال. إذا بعد عندك أي كلمة رح أتركك تختمي على طريقتك. صار في ديبيت صغير على كلمة أنه أنا ضد اعتبار الحزب إرهابي، لأنه أنا باعتقادي حزب الله مش إرهاب، حزب الله ميليشيا. فصار في هيدا اللغط يعني الصغير، فبحب وضح موقفي، لأنه أنا مش إنسان حيادي، أنا إنسان straight to the point، مع إني أخذ موقف، لأنه طالما الإنسان مش عم ياخذ موقف هو خايف من اتخاذ موقف. بعدين نحن بمش مسرحية للحرية، الحرية مش إنك تحكي، الحرية إنك ما تخاف تحكي. والكل أهلا وسهلا فيهم. فأنا ما بخاف إني أقول أنا طبعاً. ضدهم للحزب. بحب بس وضح هيدا الشيء كرمال يعني الاعتقادات، أو إنه وأنا بحب أكد كمان إنه الكل مرحب فيه، شو ما كانت آراء ونشفتي، وكل حلقة رح نشدد قد ما فينا إنه يكون المجتمع كله ممثل 100%. بالبرنامج، ويكون عنا من وين ما كان من لبنان، لحتى عن جد تتحاوروا مع بعض وتحكوا مع بعض. أنا كثير انبسطت شفتك، وإن شاء الله تضلي منا وفينا مثل ما بيقولوا. ميرسي كتير. تضلي تكوني موجودة حضورا مشاركة بعدين بمشاريع أكيد. رح نعملها، لأنك من الصبايا اللي بيشرفونا وبيشرفوا البرنامج. ميرسي إلك. انبسطت رجعنا هلا تعرفت أنا عليكي أكتر وعرفت المشاهدين عليكي أكتر. ميرسي شكراً. كتير على هيدا الأوبورتونيتي، أبداً. وإن شاء الله لقدام ما بيجي إلا الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا Thank you. فيك. ثانك يو.